تعتبر وأن المنتخب المغربي هو المرشح رقم واحد بطبيعة الحال على الورق، ولكن ايضا بموضوعيه. انت عبت على صابر في البدايه فتحي على الورق. كده باع تونس. باع تونس في اول محطه. لا 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 كرويه. كرويه. نعم. انا انسان موضوعي. ثاني محطه، انا لا اوافق صابر في كونه المنتخب المصري الثاني والجزائر الثالث، لانه نعتبر المنتخب المصري والمنتخب الجزائري في نفس المستوى. اذا كان ما نقولش انه المستوى نتاع المنتخب الجزائري الان احسن من مستوى المنتخب المصري، معناها ان نضع مصر الثاني والجزائر الثالث انا غير موافق، لانه المنتخب الجزائري للامانه هو افضل الان على الاقل على مستوى اللاعبين وغيرهم والتحضيرات الى اخره، افضل نسبيا من المنتخب المصري. موافق على كون ترتيب المغرب وتونس. انا موافق تونس المستوى الرابع. انا امين مع نفسي، انا احترم نفسي، احترم الجمهور التونسي، انا انسان لا معناها احترم ذكاء الجمهور التونسي. المنتخب التونسي ما هو جاهز، لكن المنتخب التونسي عنده خاصيه، مشاري عنده خاصيه وانه كصندوق عجب. صحيح. قد يولد في البطوله. منتخب التونس صندوق عجب، احنا التوانسه ما نعرفوش. ينجم يخرج لنا كأس افريقيه من ذهب، وينجم يخرج من الباب الصغير. المنتخب التونسي في الوقت الحاضر منطقيا عنده الشوا انه يختار يخرج 10 ملاعبيه نتاع المونديال ويدخل 10 ملاعبيه اخرين، وانا نرى انه ممكن خير منهم. اي ممكن يكون خير منهم. لاعب وحيد فقط هو حمد الله اللي كان ينجم يعاون، شفنا المردود نتاعو مع الاتحاد. فما زاد سمير سامحني اوناحي زاد تراجع كان مهم ياسر في المنتخب المغربي، كان ورقه مهمه ما نعرفش اكيد عنده المعوض سيرتانمون معناها. مؤكد وناحي ربما الشوا نتاعو اللي مشى لمارسيليا اثر عليه نوعا ما. لاعب وحيد فقط من الوداد، باقي الكل من اوروبا ومن بلدان اخرى. جارديان من الجيش الملكي. اي صحيح سامحني. وجارديان المهدي بن عبيد. يحيى عطله هذايا ممكن الصيف الجاي ما تلقاش يلعب، ما عادش عنده عروض كبيره ياسر. انا في بعض الملاحظات على المنتخب المغربي، وانا نتبع في الكوره عندي توا سنوات. ديما المنتخب المغربي تلقى عنده فرديات ممتازه جدا. صحيح. جيل 86 كاس العالم هذيك نتاع كريمو ومتاع خايري ومتاع تيمومي باقي المجموعه، والدرس اللي عملوه في البرتغال ومونديال ناجح بكل امتياز. على المستوى الافريقي ما تلقاش. المنتخب المغربي جيل التسعينات، المنتخب المغربي 2004 اللي كان يتفوق علينا في الفرديات نتاعو ولكن ربحناه. المنتخب المغربي شنو اللي غيروا توا؟ حتى جيل التسعينات زاد راهو مهم جدا. مع هذايا فسخوا الجيل هذايا، فسخ جيل التسعينات، راهو تلقى فيه نور الدين نايبت، الحاجي، صلاح الدين بصير الركراكي بيدو، القرقوري. ديما عندهم لاعبيه كبار المغرب، ديما عندهم الحاجه عقب عليها تعدى عليها ولكن مهمه، انه المنتخب المغربي انا حسب رايي عنده فرديات عمره ما عمل منتخب قوي. الفريق ما فماش مجموعه الروح بتاع المجموعه ريناها في المونديال. وهذا اللي نجح فيه الركراكي حسب رايي انا، ضد منافسين اوروبيين. صحيح. هذا هو المشكله. وذاك علاش هو كان متحفظ. وكش قال معناها كومبيتيسيون واحده اخرى وظروف اخرى ومشاكل اخرى، والكومبيتيسيون هذه كاس افريقيا معقده، قريب يقول معقده اكثر من كاس العالم، خاطر الاتموسفير مش نفسه. مش كيما استادات قطر، والاتموسفير نتاع قطر في الشتاء مش كيما تلقاه في الكوديفوار. هذا هو. وبالتالي يا اخي انت في الدوره اللي تعدات المنتخب الجزائري بالفرديات اللي عنده كل شيء خرج من الدور الاولاني، ما تنجمش تستغرب. وبالتالي انا نعرف ومتاكد انه راجل يخدم في الناحيه هذه. اللي شفته في المونديال وشفته حتى في المباريات الاخيره كانوا المنتخب المغربي مع الفرديات ولا عنده مجموعه قويه، عنده حارس متميز، عنده ملاعبيه في الدفاع في الوسط الهجوم، عنده على البنك على شكون ترضى. وبالتالي يقعد المنتخب المغربي من المنتخبات اللي على الورق نجموا نأهلوها ونقولوا هذه أبرز، ربما مع السنغال أبرز زوز منتخبات، ولكن حقيقة الميدان تنجم تعطينا ربما نتائج أخرى.